بص يا صديقي المخرج، احنا في زمن الترند واثاره الجدل، اللي هو يعني عشان تنجح لازم تعمل اي حاجه تثير بيها الجدل وتبقى ترند. الصفرة تهزق نفسك بقى، تخلي الناس تكرهك او حتى تتريق عليك. بس في شبكه قنوات كده قدرت انها تثير الجدل من اول ما ظهرت وسابت لنا ذكريات كتيره جدا. انا هنا بتكلم عن اكتر قناه بتتحدى الملل، القناه اللي حطت سلوجان افلام عربي الاجنبي. انا هنا بتكلم عن قناه ميلودي. مرسي كم مرة قلت حرف الدال ده نمسك فيه، انت حر هتبقى ألفك. خلينا كده نرجع بالزمن ورا شوية لسنة 2003. كان ساعتها في رجل أعمال اسمه جمال مروان، ويبقى حفيد جمال عبد الناصر. قرر إن هو عايز يعمل قناة تلفزيون ويشوف هيقدر يعمل إيه فيها. وبعد كذا محاولة قرر جمال مروان إنه يعمل قناة مسابقات. وأيوة أنا هنا بتكلم عن الحاجات الكرنج اللي كانت طالعة في الفترة دي. كانت في قنوات مسابقات كتير جدا جدا. عرفت مين النجم الجميل اللي معانا في الصورة النهارده؟ ايوه النجم الاستاذ محمود الجندي. بس جمال مروان كان ذكي حبتين وكرييتيف شوية، فقرر انه هيعمل كامبين او حملة اعلانية مختلفة للقناة. ودي كانت بداية إثارة الجدل سنة 2006. فجمال مروان فكر في حاجة حلوة قوي، طالما هو عايز يعمل قناة مسابقات ممكن أي حد يكسب فلوس كتير فحت، وكسبت فلوس كتيرة فحت. فليه بقى ما نعملش إعلان نجيب فيه ناس شكلها كحيان جدا وغريب جدا، ومرة واحدة نلاقيهم بقوا معاهم فلوس كتير فحت برضه. وكل ده عشان قدروا إن هم يجاوبوا أسئلة تافهة جدا. يعني بذمتك بص كده على الأسئلة، بص على الأسئلة يعني عاملة إزاي. كان السؤال: حاجة في الشارع ليها 4 عجلات، وبرغم قوة السؤال جاوب: عربية زبالة. النجاح الكبير ده خلى جمال مروان عايز يكبر اكتر، وساعتها كان لسه في قنوات بدأت ان هي تعرض اغاني. فجمال مروان قال طب والله فكرة، وعمل قناة ميلودي تيونز. وعشان يقدر يشد الناس والشباب بالذات للقناة الجديدة بتاعته، قرر يحط الاغاني اللي الشباب عايزاها، وهي الاغاني الاجنبي، زي مثلا هديك يو تو ذا كاندي شوب قالت لك ذا لولي بوب واحد بوي دونت ستوب. وقرر برضو يعمل حملة إعلانية مختلفة شوية وكوميدية سيكا، بحيث تبقى لطيفة على المشاهد، لا وكمان الشباب يحبوها ويهزروا بيها على القهاوي. فاكرين مريندا عناب اللي هم كانوا بيشربوها على القهوة دي، اللي كان فيها محمد سلام بيقول ايوه كامينج ما علينا. وطبعا السلوجان اللي اتشهر جدا وقتها بسبب قناة ميلودي تيونز وبسبب الحملة الإعلانية دي: ميلودي تونز all English all the time. ودي كانت بداية حالة المشاهد اتحط فيها مع قناة ميلودي. ما بقتش بالنسبة للمشاهد مجرد قناة بيتفرج عليها على أغاني أو أي حاجة، بل بقت قناة بيحب يتفرج على الإعلانات بتاعتها مش على الأغاني. وده خلى جمال مروان يفكر: طب أنا كويس في الأغاني وكويس كمان في المسابقات، طب ليه ما أعملش قنوات تانية؟ فينزل بأعظم قناة، والقناة اللي هتكمل معانا بقية الفيديو، وهي قناة ميلودي بس. والسلوجان الأشهر ليها وهي ميلودي تتحدى الملل. وهنا بقى بدأ الجدل الحقيقي. الحملة بتاعت ميلودي مان أثارت الجدل بشكل كبير جدا، وده بسبب ظهور الإيحاءات الجنسية والألفاظ اللي من غير مرحب بيها على التلفزيون، حتى ولو بشكل غير مباشر، بس هي برضو كانت ألفاظ وقتها غير لائقة. بس الغريب في الموضوع إن الشباب كان مع الحوار جدا، بل وبقوا بيتكلموا عن الإعلانات دي في الشارع ومع بعض وعلى القهاوي وفي كل حتة، وبقت الإعلانات فعلا جدل كبير جدا بالنسبة للناس. وفي نقاد كتبوا فعلا عن الموضوع ده، وإن الإعلانات دي لازم تتوقف. بس على الناحية التانية في نقاد برضو بيقولوا إن دي حرية شخصية، وإن ده الفن إن يكون في جراءة. وساعتها جمال مروان بيقرر إنه يزود نجاح ميلودي ويكبرها أكتر، فبيعمل ميلودي أفلام وينزل بحملة اتفرج على مسؤوليتك. ميلودي افلام اتفرج على مسؤوليتك. واستمرت فكرة الإيحاءات الجنسية والجنس المباشر وحاجات تانية زي الإغراء، والموضوع كان يعني في جدل كبير جدا. وهنا بقى بدأت تظهر فترة الملل، الناس زهقت من ميلودي مان وتتحدى الملل وكل الحوارات دي. بس جمال مروان لسه أفكاره ما خلصتش، عشان يجي جمال مروان سنة 2009 بأكبر حملة إعلانية على قنوات ميلودي كلها. وأنا هنا بتكلم عن أكتر شخصيتين اتشهروا في الفترة دي ولغاية دلوقتي إحنا عارفينهم. هنا أنا بتكلم عن وديع وتهامي باشا. أيوة كده يا وديع.
وفي الفترة دي قرر جمال مروان انه يعمل حاجة اسمها نجوم اعلانات ميلودي، زي ايمن قنديل في دور تهامي وامجد عابد في دور وديع، وزي شخصيات تانية هنتكلم عنها قدام. وهنا بقى بدأت المشاكل، وفي نفس الوقت بدأ النجاح الاكبر لقنوات ميلودي. الناس حبت وديع، حبت كلمة استاذ، حبت تهامي، حبت القصة، وحبت الشكل اللي بيطلع بيه. بس في الناحية التانية بقى ظهرت مشاكل كتير وصلت للمحاكم، وده بسبب الالفاظ الخارجة اللي كانت بتتقال في الاعلانات، وبسبب الايحاءات الجنسيه اللي كانت بتبقى موجوده وصريحه جدا. ولكن ده ما ينكرش ان الحمله دي سببت نجاح كبير جدا للقنوات، بل سببت نجاح للممثلين دول كمان، لان الممثلين دول بقوا نجوم وكل الناس عارفاهم حرفيا. وطلع قرار من المحكمه ان ميلودي وميلودي تريكس يتوقفوا لمده اسبوع، والزام شركه النايل سات بعدم السماح للقناتين بانهم يكملوا البث الا لو حذفوا اعلان وديع من الخريطه الزمنيه للقناه اصلا، وده كان خبر رسمي. وكان تبرير المحكمه ده ان الاعلانات دي بتسبب خدش للحياه العام، علشان يعني فيها عري واثاره والفاظ والحاجات اللي زي دي. بس كان ساعتها مدير العام التسويق لقنوات ميلودي اللي كان في الوقت ده شيرين الحديدي، قالت ان اصلا كانت قناه ميلودي تريكس مقفوله من يجي اكتر من 3 سنين، وفعلا القنوات بترجع تشتغل تاني ولا كأن حصل حاجه. ساعتها جمال مروان قرر ان هو يعند اكتر وينزل بالحمله الجدليه الكبرى في كل حملات ميلودي. والحمله دي بصراحه كانت حمله جامده جدا، وده بسبب ان هي كانت ماشيه باسلوب القصه، او ان في قصه بتتحكي. ده غير كمان ضيوف الشرف اللي كانوا ساعتها فنانين كبار جدا زي هاني رمزي وتامر هجرس وغيرهم كتير زي هيفاء وهبي مثلا. بل وان الناس حبت شخصيه المخرج حمزاوي اللي كان بيعملها الممثل اكرم الشرقاوي، واللي يعتبر برضو من نجوم اعلانات ميلودي. بل الابداع والكرياتيفيتي وصل معاهم لدرجه ان هم جابوا وديع وتهامي يظهروا برضو في الحمله دي. بل وكمان فكره ان انت بتعرض الكواليس بتاعه صناعه الاعلان دي كانت في حد ذاتها كوميديه وجامده جدا وعمرها ما اتعملت. وعشان جمال مروان يبين للناس ان هو شخص كيوت ومحترم وعمره بتاع ايحاءات ولا اي حاجه، الله ينور عليك يا استاذ. فبيغير السلوجان من ميلودي تتحدى الملل الى ميلودي تتحدى قله الادب. ميلودي تتحدى قلة الأدب. وده بنشوفه في الحملة الإعلانية بتاعة الحقيقة المرة على مدار أجزائها. ولكن للأسف دي كانت بداية النهاية بالنسبة لقنوات ميلودي. بعدها بدأ الجدل يزيد جدا جدا، وده بسبب إن حرفيا جمال مروان بيحارب دولة كاملة، ومع الوقت تبدأ قنوات ميلودي في الاختفاء قناة ورا قناة، لغاية ما في 2013 أو آخر 2012 قناة ميلودي أفلام بتختفي. كل حاجة عملها جمال مروان اختفت بسرعة. وفي كلام بيقول ان قنوات ميلودي رجعت تاني ولكن باسم وشكل مختلف تماما، وبقت قنوات طبيعية بالكامل، وانتهت اسطورة جمال مروان وقنوات ميلودي اللي عشنا معاها اجمل ذكريات تقريبا. وحقيقي انا بعتبر ان قنوات ميلودي يعني عملت لنا نوستالجيا حلوة، هي نوستالجيا قذرة بس نوستالجيا حلوة، اللي هو حتى لو انت عيل صغير وكنت بتتفرج على القنوات دي زمان وكنت بتتفرج على الاعلانات دي، فانت كنت بتبقى مبسوط وبتضحك، ويعني بالنسبة لك انت متكيف. وحتى لو انت كبير او كنت كبير في وقتها وفاهم الاعلانات دي، فانت برضو كنت مبسوط ومتكيف وبرضو كنت بتضحك وتهزر. وبالنسبه لايمن قنديل وامجد عابد او تهامي ووديع، فدول نجوميتهم راحت، لان زي ما قلت لك كانوا نجوم اعلانات ميلودي فقط، وبقوا بيظهروا في ادوار صغيره واحيانا ما بيظهروش خالص. ولكن كل اللي نقدر نقوله ان احنا فعلا عشنا شويه حاجات حلوه جدا مع ميلودي، وشوفنا اعلانات كرييتيف جدا نتمنى ان هي تكون بتحصل دلوقتي. واكيد طبعا انا ما اقصدش بالشكل الايحاءات والحاجات دي كلها، ولكن انا بتكلم على الصناعه والشكل الكرييتيف اللي كان بيتعمل بيه الاعلانات دي. اتمنى من صناع الاعلانات والافلام ان هم يكون عندهم نفس الدماغ الكرييتيف ونفس الدماغ المبدعه اللي كانت موجوده وقتها، بدل ما احنا بنتعرض للعبط التمثيلي. وبس بقى يا سيدي، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير للفيديو، وتعمل لنا سبسكرايب على اليوتيوب، وتعمل لايك وسي فيرست للبيج بتاعتنا على فيسبوك. وبس كده، فركش.